السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم باذن الله نخدموا مع بعضياتنا هذا الموديل اللي كيجي رائع جدا. كان عليه طلب كبير من طرف الاخوات، كل مره كيقولوا لي شاركيه معنا، ولضيق الوقت بصراحه ما كنتش كنسالي حيت هو صعيب شويه. هذه هي رشمه خذوا ليها سكرين، راه في كل ضلع كنديروا 8 ديال المربعات. بالنسبه للخدمه كيف كتشوفوا انا ما درتش الاطار حيت ديجا خادمه معكم هذاك الاطار الطريقه ديالو، غنخدموها بلا اطار. المهم هو انكم عندكم الفكره على الطريقه ديال هذا الموديل هذا، والاطار راه ديجا حاطه لكم في فيديو اخر. المهم حبيباتي كيف كتشوفوا انا عندي الابره ديال الراندا، الخيط مبروم عندي على 3 ديال الشعرات ومبروم مزيان. يمكن لكم انكم تخدموا هذا الموديل غير بجوج ديال الشعرات، كيبقى لكم الاختيار. كيف كتشوفوا معايا كل ضلع عندي انا هذا المعين هذا مقسوم على 4، يعني وكل ضلع كنطلقوا فيه 16 خيط، وهذيك 16 خيط كنقسموها من النصف. كيف كتشوفوا معنا دابا كنطلق الخيوط في الجهه ديال الشمال، كنطلق فيها 8 ديال الخيوط، وعاد غادي نمشي للجهه اليمين وغادي نطلق فيها حتى هي 8 ديال الخيوط. المجموع هو 16 خيط. كنبقى غادا على هاد الاضلع كاملين كنطلق فيهم 16 خيط بطريقه متوازيه حتى كنكملهم كاملين، وعاد من بعد غادي نوريكم الطريقه ديال تعمير الخيوط. بطبيعه الحال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا ما تنساونيش من لي لايك، من البارطاج، من التعاليق ديالكم. قولوا لي كيف جاكم الموديل، لان التشجيعات ديالكم هي اللي كتخلينا نكملوا وكيطلع الفيديو لاكبر عدد من الاخوات. وشكرا لحسن المتابعه وتشجيعكم. هنا حبيباتي نفس الشيء، الاضلع الاخرين حتى هما غنطلق فيهم الخيوط بنفس الطريقه، ما كاينش الاختلاف. غنطلق 8 من هذه الجهه 8 من هذه الجهه حتى كنكمل 16 خيط ديالي، ويكونوا كيف قلت لكم مطلوقين بطريقه متوازيه، وما نخليش الخيط مرخي معايا. خاص الخيط يكون مطلوق على التوب نيشان وما يكونش مرخي، باش منين نجي نعمرو ما يبقاش كيعذب فيا في التعمار، والخدمه غادي تجي بطبيعه الحال خايبه. وماشي غير غادي تجي خايبه، هي انها ما غاديش تعمر معاكم، يعني ما غاديش يتطرز لكم الموديل، فهمتوني؟ فضروري وانتم كتطلقوا الخيوط تزيروا يديكم شويه، ولكن ماشي لدرجه ان التوب يتكمش معاكم. غير الخيط يكون مزير على التوب، والتوب يكون مزير في المرمى بحال البندير، يعني خاصو يكون ميت مع المرمى، ما يكونش كيمشي وكيجي معاكم. وصافي كنبقاو كنطلقوا بهذه الطريقه حتى كنطلق في المعين ديالي كامل دوك الخيوط، ومن بعد غنرجع معكم ان شاء الله باش نعمروا مع بعضياتنا ونوريكم الطريقه بالتفصيل. تبعوا الفيديو حتى الاخر، لان كل نقطه في هذا الفيديو هذه راه مهمه جدا ليكم وغادي تفيدكم بزاف بزاف. كيف كتشوفوا معايا هنايا الخدمه من الداخل، راه هذا توب تعليمي ماشي جلابه. الا كانت عندكم جلابه فكتحاولوا ما امكن ان الخدمه تكون مفينيه من التحت باش ما يجيكمش بزاف ديال الخيوط من التحت ديال الجلابه، وفهمتوني، والعقادي ما يجيوش بزاف خارجين. غير انا حيت كنعلمكم كنحاول انني نزرب فقط، اما ملي كتكون جلابه راه خاصها تجي مفينيه من الداخل اكثر من هكا. كيف كتشوفوا معايا هنايا حيدت الابره ديال الراندا، درت الابره المردومه، واختاريت انني نخدم معكم بهاد الالوان هادو باش يجيو باينين شويه مع الثوب. المهم حبيباتي كيف كتشوفوا طلعت الخيط ديالي منين عندي الضلع فيه 16 خيط اللي طلقنا، ياك في كل نصف عندنا 8 ديال الخيوط، ياك النصف اللي على اليمين 8 والنصف اللي على اليسار 8. انا كنجي الخيط الثامن، فهمتوني؟ الخيط الثامن كنشدو مع الخيط السابع وكنبقى كنخدم عليهم بهذه الطريقه هذه بجوج. كيف كتشوفوا نتمنى من كل قلبي نكون عرفت نشرح لكم، لان ضروري ما تشدوش
الضلع اللي حداه خصكم تخدموه في الاول على الضلع الاول. الخيط الثامن اللي في الاخر هو اللي تخدموا عليه وتبقاو طالعين بهذا الشكل هذا كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو. راه الطريقه واضحه ومفصله. صافي غنطلق دابا من الخيط الثامن وغنشد الخيط السادس والسابع وكنبقى غاده حتى كنبقى بحال طالعه بواحد الطريقه مائله حتى الاخر حتى كنكمل. ما كيبقاش عندي فين نخدم. وعاد كندير عاوتاني اللون الابيض وكنبقى غاده بنفس الطريقه. كنشد جوج ديال الخيوط عاوتاني في الجنب ديالها كنبقى طالعه متبعه على الخط اللي درت في الاول. هكا كنبقاو غاديين حتى كنكملوا المعين ديالنا كله كيعمر لينا بالطرز. دابا انا غادي نخليكم مع الفيديو، ركزوا مزيان، وإلا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في التعاليق وكتبوا لي حتى في صفحتي في الانستغرام. يعني راه كنحاول نجاوب ما امكن الاخوات اللي كيكتبوا لي وكيسولوني على شي حاجه. وان شاء الله راه هذا الفيديو غادي يكون مفصل فيه كل شيء باذن الله. فقط نتوما تبعوا الطريقه من الاول حتى الاخر وطبقوا معايا. انا كنخدم وانتم كتطبقوا معايا وان شاء الله راه غتنجح معكم هذه الرشمه. هي صعيبه شويه ولكن حاولت ما امكن انني نفصلها لكم باش تجيكم سهله. خليوا لي في التعاليق كيف جاتكم هذه الرشيمه هذه. وبطبيعه الحال ما تنساونيش من لي لايك، كثروا لي من لي لايك بزاف باش الفيديو يوصل لجميع الاخوات اللي كانوا بغاوه. هنا حبيباتي كيف كتشوفوا معايا غنجيو من مور ديك الطريزه اللي حنا طرزنا. غادي نديروا اللون الابيض. اللون الابيض ما غاديش يبان لكم مزيان كيف ما اللون الغوزي لان الخيوط مطلوقين باللون الابيض، ولكن كنشدوا جوج ديال الخيوط اللي في الجنب ديال الخدمه اللي خدمنا. فهمتوا؟ دوك جوج ديال الخيوط وكندير نفس الطريقه. كنخدم على دوك الجوج، من بعد كنطلق من داك الواحد اللي في الجهه اليمين وكنبقى شاده غير داك الواحد اللي في الجهه اليسار وكنشدو مع الاخر مع الخيط الثالث. وانا غادا هكا كنخدم واحد المسافه بسيطه وكنبقى غادا وكننتقل نشد جوج بجوج وانا غادا بحال طالعه في الدريجات حتى كنكمل عاوتاني نوصل للاخر ديال الخيوط يعمروا ليا ونرجع عاوتاني وندير اللون الغوزي وانا غادا بهذه الطريقه. نتمنى من كل قلبي نكون شرحت لكم مزيان. تبعوا الطريقه بالتفصيل وان شاء الله راكم غادي تفهموا لهاد الطريزه هذه باذن الله.
انا حبيباتي كيف كتشوفوا معايا من بعد ما عمرت جميع الخيوط بشكل مائل، بقى ليا غير هذا الفراغ هذا حتى هو غادي نعمره بنفس الطريقه بنفس الخدمه، وما كيبقى شايط ليا حتى شي خيط، لان هاد العبار اللي عطيتكم راه كيجي عبار واحد وكيجيو الالوان متوازين، يعني ما يمكنش يجيك نفس اللون حدا بعضياته، كيجي يعني البيض وبيناتهم الغوز، البيض وبيناتهم الغوز، وحنا غاديين بحال هكا. صافي كنبقى كنعمر عليهم بنفس الطريقه اللي عمرنا حتى كنعمر الخيوط ديالي كاملين. ومن بعد حبيباتي غادي نخدم معكم هذيك الدائره اللي في الوسط، غنخدموها بالدولاره، ويمكن لكم نتوما تخدموها بحاجه اخرى، بحال مثلا الغرزه الفرنسيه تخدموها بجوج ديال اللوينات، يمكن لكم تخدموها بالطرز البرازيلي، شي وريده من انواع ديال الطرز البرازيلي، يمكن لكم ديروا فيها شي بيرلايه اولا تنبتوها بالعقيق ديال الزمرد. هادو كاملين غادي يجيو روعه في الوسط، نتوما كيبقى لكم الاختيار. وهذا الفيديو هذا غادي نقسموه ان شاء الله على جزئين، الجزء الاول اللي هو هذا، الجزء الثاني غادي نخدموا الاضلع اللي كيكونوا من فوق هذا المعين هذا، حيت حتى هما كيتخدموا بطريقه اخرى. ونتمنى من كل قلبي هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم، تكونوا استفدتوا منه. شاركوني التطبيقات ديالكم ضروري ضروري باش بهكا كنعرف ان الشرح وصلكم، ان الطريقه كانت مفصله لكم. اي سؤال ما فهمتوش طرحوه عليا في التعاليق اولا صيفطوا لي في صفحتي في الانستغرام هاجر الطرز التركي. غادي نخليكم الاسماء ديال صفحتي في فيسبوك والانستغرام في اعلى الشاشه، باش اللي بغى يتابعني حتى تما مرحبا والف مرحبا. فرجه ممتعه حبيباتي، الفيديو راه مازال خدام، غنشارك معكم الدولاره ديال الوسط حتى هي، ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني اللي غادي نحطو لكم من مور هذا باذن الله. مع السلامه.